السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من خرافات الأنف والأذن والحنجرة مع الدكتور محمود خميس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. من أكتر الخرافات الموجودة في المجتمع بتاعنا إن أي طفل بيشكي من رجليه يبقى عنده مشاكل في اللوز أو عنده مشاكل في الحمى الروماتيزمية. معتقد للأسف موجود من الأزل، والمعتقد ده دايما طفل يشكي برجليه يروح لدكتور الوحده الصحيه او الصيدليه او اي مكان او المعمل يعمل له تحليل اسمه ايه السي او تي، الاعلى شويه، يقول له بس انت عندك روماتيزم على رجليك او انت محتاج تشيل اللوز والكلام ده. عاوز اقول لك ان التحليل ده او وجع الرجلين ده مش لازم يكون الطفل عنده حمى روماتيزميه، بالعكس ده نسبه قليله جدا. انا عاوز اقول لك ان انا في تاريخي كله اكتر من 20 او 25 سنه شغال، عمري ما مشيت مريض على البنسلين ممتد المفعول عشان حمى روماتيزميه اكتر من حالتين تقريبا او ثلاثه، والله اعلم. في حياتي كلها ما شفتش حد عنده حمى روماتيزميه غير ثلاثه او اربعه اللي محتاجين يمشوا على الحمى الروماتيزميه. للاسف في ناس كتيره جدا بنلاقيها ماشيه على البنسلين اللي هو ممتد المفعول وبياخدوا كل اسبوعين او 3 اسابيع، وتقريبا عايش عليها دي لسن 50 سنه و60 سنه، وهو في الاساس مش محتاجها. يبقى في الاساس ان الميكروب السبحي مش هو التحليل اللي هتاخد بيه ان وجع الرجلين حمى روماتيزميه، بالعكس. وجع الرجلين في الاطفال ممكن يكون الم نمو، الالم النمو ده بالذات الطفل يتحرك كتير طول اليوم واخر اليوم يبدا يشكي برجليه قبل ما ينام او هو نايم، ويقوم يشكي برجليه، ولما تعمل له كمادات ميه دافيه بيحس الطفل براحه. ممكن يكون نقص كالسيوم، ممكن يكون نقص فيتامين د، ممكن يكون في مشاكل زي القدم المسطحه او تقوس في الرجلين او مشاكل في العظم او التهاب في الاعصاب، ممكن يكون في التهاب في المفاصل نفسها الروماتيزميه او مشاكل المناعه، ممكن يكون في مشاكل ثالثه ورابعه وخمسه، هنقعد نعد مشاكل كتيره جدا. فمش اي وجع في الرجلين بنربطه بالتهاب الحمى الروماتيزميه او الميكروب السبحي. لازم تعرف ان الحمى الروماتيزميه بتشخص بشويه كريتيريا مع بعض، زي مثلا ان الطفل ده لما بيتحرك بيحصل نهجان لان الحمى الروماتيزميه بيبقى اثرت على القلب. الحاجه الثانيه ان الطفل ده قعد اسبوعين بعد ما خف من اللوز بدا يتعب تاني ويسخن ويشكي برجليه ومفاصله تورم وتحمر وظهر طفح تحت الجلد وحركات لا اراديه في الايد او الرجلين وفي مشاكل ظهرت في الكلى. فكل ده اللي بنشخص بيه بقى، والمتابعه بالتحليل اس او تي وسرعه الترسيب وصوره الدم والكلام ده كله. لكن مش اي وجع في الرجلين يبقى حمى روماتيزميه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خرافات الأنف والأذن والحنجرة مع الدكتور محمود خميس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعضو الزمالة المصرية.